صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. أعزائي المستمعين، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في ساعة جديدة من صوت المنتدى لمساء هذا اليوم السبت 6 من سبتمبر. في ساعة المنتدى لهذا اليوم يرافقني الزميل جمال عثمان همد على مدى ساعة لنلقي معا الضوء على فقرات متنوعة أعددناها لكم. مساء الخير جمال. مساء الخير مستمعين الكرام، مساء الخير أمال، ونرجو أن نقدم المفيد للمستمع الكريم في الداخل والخارج. يا أهلا جمال. جمال، في بداية الساعة سنبدأ برنامجنا بنشرة للأخبار، ومن ثم نعود لنتابع فقرات الساعة، فلنذهب معا إلى الأخبار أولا. مع نخرب كزينا يكوننا نبرتي موتنا عيلا ما يصبح بحامد بليتي. مع نخرب كزينا يكوننا نبرتي موتنا عيلا ما يصبح بحامد بليتي. فاقرنا نمر عبيرنا نزتي على كوي كويو عايزة على مغابتي، على كوي كويو عايزة على مغابتي. شكرا باي بالعيح على بايو أمنا عين السلسل نحاونا نرضى تزاز أملق نخبر. شكرا باي بالعيح على بايو أمنا عين السلسل سيقانا سبيعو الكيعنا تقيحي موتالو زيت الريف عبقدم سنحي. موتالو زيت الريف عبقدم سنحي. صوت المنتدى.
في نشرة هذا المساء: الخارجية السويدية تمهل الدبلوماسي الإريتري دخل منغستو 48 ساعة لمغادرة البلاد. الحكومة الإريترية تطلق سراح الفنان إبراهيم محمد علي جورت. تفاصيل الأخبار. أكد ناطق رسمي باسم الخارجية السويدية أن الدبلوماسي تخلي منغستو، وهو السكرتير الأول في السفارة الإريترية في السويد، قد أمهل مدة 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذا وبالرغم من عدم ذكر الأسباب لهذا الإجراء الغير عادي، إلا أن جهود الكثير من الإريتريين السويديين المعارضين للنظام الدكتاتوري في إريتريا قد تكون السبب المباشر وراء استياء السويد لزمن طويل من ممارسات النظام الإريتري، وخاصة بعد حادثة أسر الصحفي الإريتري السويدي داويت إسحاق، ورفض النظام إطلاق سراحه والاستجابة لكل نداءات السويد في هذه القضية. هذا وقد رحبت الأوساط الإريترية في السويد بهذا الإبعاد. من جهة ثانية، أطلقت الحكومة الإريترية سراح الفنان إبراهيم محمد علي جورت، والذي كان قد اعتقل ضمن حملة اعتقالات تلت تحرك 21 من يناير من العام الماضي مع عدد كبير من العسكريين والمدنيين. كما تناقلت مجموعات التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك أشكالا متعددة من التضامن والمؤازرة، وتواردت الأنباء إثر اعتقال الفنان جورت عن أن سبب الاعتقال قد يكون أغنية قد تغنى بها بلغة التيغري مستندا للتحرك العسكري الذي حدث العام الماضي. هذا ويعتبر الفنان إبراهيم جورت من أهم الأصوات الإريترية التي تغني بلغة التيغري. ويذكر في هذا الإطار اعتقال السلطات الأمنية الإريترية ومنذ سنوات طويلة للفنان المناضل إدريس محمد علي، الذي لم يقدم لأي محاكمة حتى الآن ولا يعرف مكان احتجازه. نهاية النشرة. صباح محمد بليتي سما معني خور بكزينا كنا نبرتي وانتنا عينا ما يصبح محمد بليتي تفاخرنا نبر حبيرنا نزتي على فايكويو على موتي على فايكويون عايزة على موتي نحاولنا نرتاح زازم نخبر شمت رفاي بالعيد حلفايو أمنا عين سسر نحاول نرضى تزازم نخبر شمت رفاي بالعي حلفايو أمنا عين سسر سلقانا سميحو ملكيعنا طقيحي موتال زيت الريف عقد تمزي تنحي 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 موتال زيت الريف عقد تمزي تنحي. إذن
إذن نعود ونتابع فقرات الساعة المتنوعة أعزائي المستمعين، وننتقل إلى الجزء الثاني من القراءة التي يقدمها لنا الزميل محمد علي موسى عن الثورة الثقافية الثانية وبناء القيم والأفكار، والتي يحرض فيها على إحياء قيم جميلة تساعد على النهضة، والتي فقدناها في ظل الأحداث المؤلمة التي مر بها شعبنا. جمال. نعم، الموضوع مثير وضروري في هذه الفترة، خاصة وأنه نحن نحتاج فعلا لإعادة بناء المجتمع ككل، وهذه مهمة يجب أن يتصدى لها المثقفون والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني. أمان. نعم، نستمع ونعود معا. الثورة الثقافية الثانية، بناء الأفكار والمفاهيم، الجزء الثاني. ليس هناك ثمة شيء مضر بمسيرة شعب ما نحو التقدم بمقدار ضرر التشخيص الخاطئ لأسباب الإخفاق، خاصة في ظل غياب آلية علمية لتجاوز ذلك. فمثلا تشخيص إشكالات إريتريا بالتعدد الثقافي لا تدعمه لا التجربة الإريترية ولا تجارب الشعوب، بل هو استنتاج جزافي غير متماسك. فمعظم الدول التي تنعم بالاستقرار الراسخ تعج بالتعدد الثقافي. ثم أين توجد التجربة التي تشير على أن الوحدة الثقافية منعت التشظي؟ هل توجد في العراق مثلا، الصومال، سوريا، ليبيا، دولة جنوب السودان، أو حتى السودان نفسه؟ وما هو السقف الذي يقال فيه هذا هو حد الوحدة الثقافية؟ وإليك الواقع الإريتري ذات اللونية الثقافية الواحدة هنا وهناك. تجد ساحته حبلى بالانشطارات الإنبيبية. ألا تتعرض حتى الأسرة في غياب العدل للانقسام؟ علينا ألا ننجر للمساحة التي يدفعنا إليها النظام في بلادنا، كما علينا التعلم من وباء الشعوبية والطائفية وحرب الكل ضد الكل التي تعم المنطقة. المعركة في بلادنا هي بين الاستبداد الدموي الذي يستخدم لبقائه الأدوات كافة، وبين قوى الحرية ودولة المواطنة والقانون. والمسألة لا تتطلب الكثير من الأدلة في كونها مسألة كيفية إدارة المصلحة المتعددة والعدل والديمقراطية ودولة المواطنة والقانون. ومع هذا يحلو للبعض هكذا ودون مقدمات ومسوغات ودون ملل لتشخيص الأزمة الإريترية بالثقافية، دون إجراء استقراء علمي لافتراضه هذا لا في تجربته ولا في تجارب الآخرين. إن الانتصار لدولة الحرية أكثر أهمية عن الانتصار للأيديولوجيات وعصبيات وعلاقات ذات وشائج متعددة، وأن نضالنا الاستراتيجي ينبغي أن يحدد الفرق الواضح بين الموقفين لتحقيق وتجذير ثقافة الحرية للجميع. فنحن لسنا بصدد استبدال مجموعة بأخرى، ولسنا بصدد أن نكون ضد الحكومة التي أنشأها السياس لكونها من قومية وديانة وإقليم معين. نحن ضدها في مفهومها لإدارة الشأن العام الإريتري، فذلك حق عام لا ينبغي أن يحتكره فردا أو مجموعة أفراد من تلقاء أنفسهم ودون خيار شعبي مهما كانت صفاتهم. نحن ضد مفهومهم لأنهم يرفضون الرأي الآخر ويغتالونه، وهذا يتعارض مع العدالة بين مواطن وآخر، وانتهاك للحق المقدس للمواطن في المساواة. وهنا نسأل مناصري حكومة السياس: هل مفاهيم سيادة الفردية وغياب العدل والديمقراطية من الوطنية في شيء؟ وهل القول بأن الديكتاتورية خير لنا عن البديل غير المتماسك يعد حلا سليما؟ وهل بهذا الإقصاء وعدم احترام الرأي الآخر نحافظ على وطن الشهداء؟ وهل من المواطنية تحميل كل الخراب الذي طال شعبنا وأرضنا في قيمه ومعيشته وتشرده لأمريكا، ونحن نعلم أن من يدير أمر شعبنا هو حكومة السياس؟ وماذا جنينا من شعار لا صوت يعلو على صوت المعركة سوى التقهقر والخراب؟
إن الأمم التي تقدمت اتكأت على قيم راسخة متمثلة في قيم العمل الجماعي المنظم. أكد ذلك علماء الاجتماع السياسي وتجربتنا النضالية. فبفضل التطور العلمي الهائل توفرت وصفات الحلول للعديد من المسائل، وخاصة لمثل تلك التحديات التي تنتصب أمامنا، فقد وجدت لها البشرية حلولا منذ قرون خلت، فقط علينا الاهتداء بها، لأن بحث مسائل النهوض الاجتماعي والسياسي خارج العلوم الإنسانية يؤدي إلى المزيد من التعقيد والتأزيم ثم التلاشي. إن النظرية الفكرية والسياسية شكلت أحد أهم الأركان التي أسست لانتصارنا على المحتل الإثيوبي، وباعتبار أن مسيرة التاريخ وتحدياته مسيرة لا تعرف التوقف، فإن حاجتنا لنظرية فكرية وسياسية تتصدى لتحديات مرحلتنا الحالية مسألة بالغة الأهمية، وهي نظرية نستلهمها من واقع تجربتنا الإريترية وبالانفتاح على تجارب الشعوب. لا شك في أهمية توفر الرؤية الكاملة والمتكاملة وبذات الدرجة، لا معنى لرؤية في ظل غياب عمل منظم وممرحل ودائم، وإلا أصبحت الرؤية مجرد أحلام وأمنيات طيبة. فالتاريخ وكذا الحاضر لم يمنحنا مثالا اكتمل فيه صرح بناء عبر نصوص وخرائط، بل تطلب الأمر عمل منظم ومضني ومتتالي، فلا يمكن الحصول على الثمرة دون تحويل النظرية إلى قناعة لدى الشعب تخلق لهم الوئام وتعزز لديهم الهوية الثقافية والثقة بالذات، وتزرع الأمل وتبني الكفاءة والقوة، ويتم ذلك عبر انتظام الشعب في أطر تنظم مقدراته وينخرط من خلالها في برنامج وعي وعمل وتقييم واسترشاد بالرؤية لتتطور مع الوقت عبر نضالات ضد الاستبداد فتحرز الانتصار. في البدء لابد من ضرورة محاربة الاتكالية وانتظار الآخر، وذلك بإلغاء العناوين التي تختبئ خلفها مثل المبررات السائدة على شاكلة فلان لو كان قد فعل كذا وكذا لأصبحنا في القمة، جماعة فلان لو كانت قد فعلت كذا وكذا لكان حالنا غير هذا الحضيض. نحتاج لقائد، متجاهلين أن القائد الحقيقي هي الفكرة. الشعب في الداخل لماذا لا يقوم بانتفاضة؟ لماذا لا يحتجون؟ ونتجاهل في معظمنا أن نطرح على ذاتنا الفردية ذات السؤال والقائل: هل قمت بما ينبغي علي فعله في أماكن تواجدي؟ هل سعيت دون ملل لتجميع جهدي مع الآخرين؟ أم ألقيت باللائمة على الآخرين وكفى؟ إن ترديد عبارة المجتمع محبط ويائس والاستسلام لها أخطر من فعل الاستبداد المباشر. لهذا علينا البحث في طرق تجاوزها حتى لا تضاف لقائمة مبررات الاتكالية. إن الفرد هو العنصر الأساسي في بناء المجتمع، ويكتمل دوره الحقيقي من خلال التعاون مع بقية أفراد المجتمع، والعمل الاجتماعي يحتاج إلى تحقيق التوازن بين الروح الفردية والروح الجماعية عن طريق التربية المتوازنة، والتي لا تحيل أعمال الناس الفردية إلى أصفار، وأيضا لا تنمي فيهم الفردية الجامحة التي تتبدل شيئا فشيئا إلى التخلي عن روح العمل الجماعي، بل يجب توفر المناخ المناسب مع اختيار أساليب العمل، والتي تلغي التسلط وتنمي المبادرة الذاتية وترسخ مبدأ الفريق الجماعي. وهنا لا يستقيم الوضع حتى يقوم كل فرد منا بدوره كاملا دون أن يشترط نهوض الآخرين معه للقيام بدوره، لأن ما نسميه مقاومة إريترية هو في محصلة الأمر جهود أفراد، أما أن يكتفي كل منا بنقد وملامة المجهول هو التيه والهرب بعينه. وأخيرا نقول بثقة كبيرة أن شعب أرض الصدق والشهداء قادر على صنع حياة كريمة مجددا. بقلم محمد علي موسى.
وردي يمتي كلا ترحي بشا أياكو قنبولي رقيد الكابشة أياكو قنبولي رقيد الكابشة الكابشة أما زولي مرعى أدولي واردي محزو قولو هينم ما قال لي ردي نريدي بوسي ليني بوتي نريدي بوسي ليني بوتي إشي بوتي نريدي بوسي ليني بوتي إشي بوتي وردي يمتي كلا ترحي بشا أياكو قنبولي رقيد الكابشة وسيكو سيكو أيا عيني لشا عيني لشا ستة هدا لما كافا ستة جيتي إلى لاتي نميت دلتو يا غاريتي يلي فارمتك ملايكة حيدنتي يلي فارمتك ملايكة حيدنتي نحيدنتي يلي فارمتك ملايكة حيدنتي نحيدنتي وردي يمتي كلا ترحي بشا أياكو قنبولي رقيد الكابشة أياكو قنبولي رقيد الكابشة الكابشة نانوني مرعوي أكي نحن وسفو وبولا كابينو وبولا كايكو معي لك يحيي ومن قد يساسو معي لك يحيي ومن قد يساسو يساسو صوت المنتدى. عودة إلى زميلي جمال. جمال، يعني تحدثنا عن الإفراجات التي حدثت مؤخرا حقيقة، ومحاولتنا لقراءة المشهد من الداخل، ولكن يعني يبادرني سؤال أو تساؤل جمال، يعني برأيك لماذا الآن يعني بالضبط؟ الخطوات اللي قام بها الفريق فيليبوس مثيرة للاهتمام. أولا يجب أن نعرف أنه هذا الرجل امرته قوة عسكرية جيدة التدريب، سريعة الحركة، عندها قدرة على إجهاض أي محاولة، وهي لعبت دور كبير جدا في إجهاض حركة 21 يناير. أيضا الرجل في أول بيان له تحدث عن إعادة هيبة الدولة وإعادة هيبة الوزارة. ده بعد ما أقيل من الوزارة الفريق
المناضل القديم سبحت إفريم وأصبح وزيرا للطاقة والتعدين. هل هذه الخطوات يعني هي تمهيد لتشكيل صورة جديدة للوضع الإريتري، أم هي محاولة لوضع المسار للحكومة الإريترية، وضع المسار للحكومة الإريترية في وضع محدد بحيث أنه تتم عملية توريث أبراهام النجل الأكبر للرئيس سياس أفورقي وإزالة كل العوائق اللي ممكن تقف في أمام هذه المحاولة للتوريث، أم أشياء أخرى؟ عموما يعني طيب عفوا جمال، يعني أنا يعني يخطر في بالي الآن يعني أن هذه الخطوات التي يقوم بها الجنرال فيليبوس قد تبدو جريئة، ولكنها لا تبدو لي بعيدة عن يعني مباركة من الرئيس السياس. يعني برأيك هل يمكن أن يكون يتصرف من منطلق ذاتي، أو هل يمكن أن يكون جنرال فيليبوس قوة واعدة أن تكون مستقلة عن الرئيس؟ ومن هو أساسا جنرال فيليبوس؟ يعني دعنا نلقي الضوء أيضا على خلفية الرجل. نعم، بهذا السؤال يمكن يكون أمال اقتربنا من السؤال حول مآلات هذه الحركة. قطعا أولا كما قلت الفريق فيليبوس لا يتحرك من تلقاء ذاته، ولا يتحرك هكذا يعني من خلال استخدام منصبه الجديد اللي هو رئيس الأركان العامة للجيش، لأنه لا زال الرئيس سياس أفورقي هو وزير الدفاع. ثانيا جنرال فيليبوس القوة التي استخدمها حتى الآن، وهي المجموعة اللي بيسموها بالتقرينية في تورار حيلي أو قوات الطليعة، هي قوات استخدمت في عدد كبير جدا من المهام الرئاسية اللي تصدر من مكتب الرئيس مباشرة، كعمليات الاعتقالات الكبيرة وإجهاض حركة 21 يناير والى آخره. هذا لو عرفنا إنه الفريق فيليبوس الآن هو لوحده في الساحة بغياب عدد كبير من الجنرالات الكبار اللي سادوا خلال 10 سنوات الفاتت. فيليبوس نفسه من قرية تسالوت، وهي ذات قرية السياس. نعم، وهو من أسرة عادية. هو كان أصغر الجنرالات سنا حسب المعلومات الأولية اللي عندي، وكان أفضلهم تعليما. رجل قاد عمليات عسكرية كبيرة، وقاتل في عدة جبهات حتى مرحلة التحرير. في الأيام الأولى من التحرير كان هو آمر الفرقة أو قائد الفرقة العسكرية 70 مشاة. بعد ذلك 2002-2008 أصبح قائد منطقة العمليات الثانية، وهي منطقة مهمة عسكريا وتغطي من أم حجر لميمني على الحدود الإثيوبية، وفي العمق أيضا تشمل إقليم الغاشبركة وإقليم عنسبة. وقد اتخذ الرجل من بارنتو مقرا لقيادته، ومعروف بارنتو استراتيجيا في الاستراتيجية العسكرية الإريترية. كان لغاية الفترة الفاتت يحمل رتبة لواء، ولكن بشكل استثنائي رقي ولوحده يعني إلى رتبة الفريق. نعم. أعتقد إنه الفريق فيليبوس لا يتحرك من تلقاء نفسه، في تنسيق مباشر مع الرئيس، وحتى الآن لا يشكل حسب وجهة نظري الخطر حقيقي على الرئيس. وهو بهذه الخطوات حتى الآن لا أعتقد أنه يقترب من السؤال حول مستقبل البلاد، بل هو ينفذ سياسة وضعها الرئيس على ما يبدو أو بالاتفاق معه. يعني يبدو لي جمال من هذا السرد أو البحث الذي أعددته لنا، يعني يبدو لي أن الموضوع لا يعد كونه في شكله المبدئي الآن يعني عن ترتيب البيت الداخلي، يعني إذا ما صح القول، إذا كان هناك مباركة والرجل ليس بعيدا عن العلاقة القوية مع إسياس، ويأتي بعد موت عدد كبير من الجنرالات وإلباس
الجنرال تخلي منجوس كل ما حدث سابقا. فيبدو لي أن الأمر الآن لا يعدو أكثر من ترتيب بيت داخلي برأي جمال. شوفي، سياسة فورقي دائما عنده سياسة المعروفة التقليدية الكلاسيكية فرق تسد، وأيضا دائما كان يلعب بأضرب هذا بذاك يعني. نعم. الجنرال فيليبوس الآن هو لوحده، يعني قبل سنة ما كان لوحده، كان في عدد من الجنرالات الكبار. نعم. الآن بعد رحيل برنبهير وجو وحادث أم حميمة الذي أودى بعدد من 3 جنرالات والرابع طلعوا برا، ثم الإعلان عن وفاة 3 من رجالات الجيش الأقوياء بأمراض مختلفة، وغياب عدد منهم في السجون زي اللواء عمر حسن طويل. هذه الصورة يبدو أنه هو الآن يتحرك لوحده، يعني أخلت له الساحة كما يقال. ولكن أين لواء أمن أبرهة كاسة من هذا المشهد؟ سأتيكي. السياس قطعا هذه الحركة لرجل لوحده بهذه القوة قد يتحيب منها، ولكن أعتقد حتى الآن أنه هو الفريق يتحرك مباشرة تحت نظر رئيس السياسة فورقي، والرئيس السياسة فورقي لا يخشى ذلك. السؤال أنه هل هذه الحركة سوف تؤدي إلى اقتراب الرجل من السؤال المصيري للبلاد، مستقبل البلاد، 1. 2 هل يعني هذا الرجل هو بعيد عن غرور الجنرالات؟ معروف أي جنرال يحقق انتصارات له طموح. نعم، طموح في السلطة. وهذا يعني العاملين دي هو في المرحلة الجاية حيظهر. أما اللواء أبرهة كاسة رئيس وكالة المخابرات أو وكالة الأمن القومي، هذه الوكالة عندها فترة يبدو هي ما فقدت فعاليتها وبريقة، لكن بوجود منافسة لعدد من الأجهزة الاستخبارية والأمنية هي ضعف إلى حد ما دورة. ففي إريتريا مثلا الاستخبارات العسكرية لوحدها مربوطة بمكتب الرئيس، استخبارات القوى الجوية مربوطة بمكتب الرئيس، استخبارات القوى البحرية مربوطة بمكتب الرئيس، وبالتالي أعتقد أنه دور هذا الرجل إلى حد ما منافس قوي للفريق فيليبوس، ولا عنده طموح في الرئاسة. أعتقد لا يشكل الآن خطر حقيقي يعني. نعم. دعنا نذهب إلى فاصل بعد هذه المعلومات ثقيلة الوزن كما يقال، ونعود مع جمال. يا سنة الفجر وينبع الشذ العطر، بلادي يا سنة الفجر وينبع الشذ العطر، وملهمتي أناشيدي وآيات من الشعر، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذر. رعتني أرضها طفلا فكيف أسومها غدري، رعتني أرضها طفلا فكيف أسومها غدري، وقفت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري، وقفت لذاتها عمري وحق لخيرها شكري، سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذري.
وعند الدوحة الغناء أفهاء من السحر فكم أطيارها غنت والتسابيح مع الفجر فكم أطيارها غنت والتسابيح مع الفجر سلام أنت أنحادي وحلمي بالهوى العذر وعند الدوحة الغناء أفهاء من السحر وكم أطيارها غنت تسابيح مع الفجر فكم أطيارها غنت تسابيح مع الفجر سلام أنت ألحاني وحزن بالهوى العذر ولي في أرضها ذخر يعز الزخر عن تبري فأجدادي بها قبروا وقد جاءوا على قدري فأجدادي بها قبروا وقد جاءوا على قدري سلام أنت ألحان حلمي بالهوى العذر ولي في أرضها ذخر يعز الزخر عن تبري فأجدادي بها قبروا وقد جاءوا على قدري فأجدادي بها قبروا وقد جاءوا على قدري سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذر بلادي معقل الحر وشعب الله من مضر بلادي معقل الحر وشعب الله من مضر سألت الله في سري سألت الله في جهري سألت الله في سري سألت الله في جهري تعانق هامة البدر سلام أنت ألحاني وحلمي بالهوى العذر إذن عودة ثانية أو أخيرة إلى قراءتنا للأحداث في الداخل وحركة الفريق أو الجنرال فيليبوس. جمال، يعني
تحدثت عن أن كل هذا يحدث بمباركة الرئاسة، ولكن أنا من متابعتي لما يحدث يبدو لي أن هناك محاولات للتغيير من داخل الحكومة ومن داخل الحزب، تغذية بدماء جديدة، إفراجات وما إلى ذلك، بالإضافة إلى شخصية جنرال فيليبوس التي تبدو قوية. هل بالفعل سيكون الرئيس إسياس في مأمن أم من هذا، أم هناك محاولة للتغيير الناعم كما يقولون؟ نعم، أنا لا أتفق معك أنه الحكومة الإريترية تحاول أن تجدد ذاتها وبدماء جديدة إلى آخره، لأنه في إريتريا ما في حكومة، في سياسة فرقي، في مكتب رئاسي يقود الأمور كلها. الحزب انتهى تماما، والآن دوره أو دور الحزب أو مقرات الحزب هي مكان لشرب الشاي والونسة وذكريات الساحل يعني. يمكن أن نتحدث عن أنه ترتيب وضع إريتري لمرحلة جاية يستجيب للداخل من خلال أول حاجة إطلاق سراح عدد من المعتقلين، لأنه حصلت فضيحة أنه يعني عدد من الرموز توفى في السجن، واحد، بالتالي لازم يعملوا تخفيف وامتصاص للنقمة الشعبية. 2 ترتيب الأمر الداخلي بحيث يرث أبراهام أباه، وخاصة لو عرفنا أنه السيد سياسة فرقي هو في بدايات السبعينات وقبضته تراخت الآن. وهل سيقبل شخص مثل جنرال فيليبوس وغيره من جنرالات الجيش أن يورث الحكم لأبراهام بعد هذا هذا هو السؤال اللي حيجاوب عليه الأيام القادمة، لكن الترتيبات قاعد تجري بهذا الشكل، ونشوف خلال المرحلة الجاية حيعمل إيه. لكن لا فعالية للحكومة، لا فعالية للحزب، لا فعالية للرجال المناضلين القدماء. الجيش الآن تحاول القوة التي يقودها فيليبوس السيطرة عليه. نشوف خلال المرحلة الجاية تمشي الأمور بهذا الاتجاه، وأي حكومة طبعا تحاول تعمل ترتيبات وهي تغيب دائما ردود الأفعال الشعبية وردود الأفعال السياسية وردود أفعال الجبهة الشعبية نفسها. يعني هل الجبهة الشعبية خلاص انتهت أم لا؟ هذا السؤال لسه لم يتم الإجابة عليه حتى الآن. بالتأكيد. يعني في النهاية جمال، هذه القراءة يعني هي يعني استقراء أكثر من ما هي لأنه في تعتيم يعني، وقليل ما يصلنا من الداخل للرعب والذعر الذي يملأ الناس ويمنعهم من التواصل، وأيضا لعدم توفر يعني وسائل الاتصال من إنترنت، من يعني محاولة عمل لتركيب الفسيفساء المتناثرة بالضبط ورسم صورة تقريبية لما يمكن أن يكون عليه الوضع والإجابة على عدد من الأسئلة حول مصير البلاد. هذه المحاولة بالضبط. وأنا شخصيا جمال ومن هذا المنبر أتمنى أن يساهم مستمعينا ومن الداخل قدر الإمكان، وكل من تتاح له المعلومة ويحب أن يساهم في إلقاء الضوء على المشهد الداخلي في إريتريا اقتصاديا سياسيا اجتماعيا مرحب به دائما في صوت المنتدى. وأتمنى أن تحدث نهضة على مستوى المؤسسة العسكرية، لأنه بالتأكيد هناك رجال وطنيون وشرفاء في هذه المؤسسة. ترعبني فكرة توريث أبراهام للسلطة في نهاية المطاف زميلي جمال في نهاية هذه الساعة. أيضا أنا أقول صوتي لصوتك، والمراهنة على المؤسسة العسكرية الإريترية المناضلة العدالة موجود، ونتمنى أن تخطو خطواتها. نعم. أرحى خلو ودبات وراسي مني خزين سقام قلاسي بحر خلو نبعي لحنباسي هزبي الري خلو تغالاسي بعالية هايمانو زسمري حق ندبا قدم زنبري كيهيدو موصبو زقبري كيهيدو موصبو زقبري ساما غالسو غيستا مغري الله خندو نحوى دكيري الله خندو نحوى دكيري شبد بداتي ومد الحق توري بترحكم وسيز بي مسعتري شبد بد شبد بد شبد بد شبد بد
يتحملنا المخاف مالي أني تحبسو يلن غسني أبقى مكتادي حجز قلالي عيد النقرن كندي اللبز تقبري إذا مغنغا متالن واري الجاهز بحاقر بس تعدك إيري اترحكم مسيه زبيون عتري دكي دكي بلي إيري دكي بلي نمساك لنا عدي تغبلي حسوم نبرا سدت سلاعينا خيدو مع سقيمناكي إيري ناتي ولدو دكي دكي بلي إيري دكي بلي نمساك لنا عدي تغبلي أرحى والله ودبات راسي مني غزي نسقان كلاسي وعرو والله نبعي لحباسي حزبي الري كله تغالاسي كي تمر زبعلو تغريزو شيقنا حزبي خسادو رقيزو إفات عقر حزب زوطني كيف الدينا زمانات حني عشان ما صحابها ود البحرة هدم سسي حسن كي إيريترا لعنا بداق ما يغسمرا بلبل 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 من يسي تبقس بلبل 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 من يسي تبقس بلبل شر دكي بلي خم والعادي تادي حزب غير ادرا زيدي غزيدي هنقوط على صنف مكيدنا بعقلي لينا يتحملنا لمخاط مالي لينا يتحملنا لينا يتحملنا لينا يتحملنا لمخاط مالي أني تحبسو يلا زلقسني حبك دمك ذاتي حجز قلالي عيت النقرن كندي اللبز تقبري إذا دمغنا غامت على الواري وقيه حزبي وقيه إيري تترحكم موسي حزبي وحتري دكي دكي حسوم نبرا سدت سلاعينا خيدو مع سقيمناكي إيريناتي ولدو دكي دكي بلي إيري دكي بلي نمساك لنا عدي تقبلي أرحى والله ودبات راسي مني غزي نسقان فلاسي بحر والله نبعي لحباسي حزبي الري كله تغالاسي بعليت هيمانوت السمري حق اندفع قدم زنبري كي حيدو قصبوك زنبري ساما غارسو خيس ساما غري عشان بصحابتا ود البحرة هدم سسي حسن كي إيريترا بعنا بداق ما يغسمرا بلبل 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 من يسي تبقس بلبل 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 من يسي تبقس بلبل شارر سابو يا بني لين كبر وسعد لي كل بل تبكسنا خم حي المعدن ندفع يوم
قتلتك واسترحت، إني قتلتك واسترحت يا أرخص امرأة عرفت. أغمدت في نهديك سكيني وفي دمك اغتسلت، وأكلت من شفة الجراح ومن سلافتها شربت، وطعنت حبك في الوريد طعنته حتى شبعت. ولفافتي بفمي فلا انفعل الدخان ولا انفعلت، ورميت للأسماك لحمتي لا رحمت ولا غفرت. لا تستغيثي وانزفي فوق الوساد كما نزفت، نفذت فيك جريمتي ومسحت سكيني ونمت. ولقد قتلتك 10 مرات ولكني فشلت. وظننت والسكين تلمع في يدي إني انتصرت، وحملت جثتك الصغيرة طي أعماقي وسرت، وبحثت عن قبر لها تحت الظلام فما وجدت، وهربت منك ورعني أني إليك أنا هربت. في كل زاوية أراك، وفي كل فاصلة كتبت، في الطيب، في غيم السجائر، في الشراب إذا شربت. أنت القتيلة أم أنا؟ حتى بموتك ما استرحت. حسناء لم أقتلك أنت، وإنما نفسي قتلت. حسناء لم أقتلك أنت، وإنما نفسي قتلت. قلبك علي فيه انت برضو جرحت فيه، قلبي قلبك علي فيه انت برضو جرحت فيه. فكرك هتداوي جرحه، ده انت كنت الدنيا دي. قلبي قالك علي فيه وانت برضو جرحت فيه، قلبي قالك علي فيه وانت برضو جرحت فيه. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء: الخارجية السويدية تمهل الدبلوماسي الإريتري دخل منكوستو 48 ساعة لمغادرة البلاد. الحكومة الإريترية تطلق سراح الفنان إبراهيم محمد علي كورت. تفاصيل الأخبار. أكد ناطق رسمي باسم الخارجية السويدية أن الدبلوماسي تخلي منكوستو، وهو السكرتير الأول في السفارة الإريترية في السويد، قد أمهل مدة 48 ساعة لمغادرة البلاد. هذا وبالرغم من عدم ذكر الأسباب لهذا الإجراء الغير عادي، إلا أن جهود الكثير من الإريتريين السويديين المعارضين للنظام الدكتاتوري في إريتريا قد تكون السبب المباشر وراء استياء السويد لزمن طويل من ممارسات النظام الإريتري، وخاصة بعد حادثة أسر الصحفي الإريتري السويدي داويت إسحاق، ورفض النظام إطلاق سراحه والاستجابة لكل نداءات السويد في هذه القضية. هذا وقد رحبت الأوساط الإريترية في السويد بهذا الإبعاد.
من جهة ثانية، أطلقت الحكومة الإريترية سراح الفنان إبراهيم محمد علي جورد، والذي كان قد اعتقل ضمن حملة اعتقالات تلت تحرك 21 من يناير من العام الماضي مع عدد كبير من العسكريين والمدنيين. كما تناقلت مجموعات التواصل الاجتماعي في تويتر والفيسبوك أشكالا متعددة من التضامن والمؤازرة، وتواردت الأنباء إثر اعتقال الفنان جورد عن أن سبب الاعتقال قد يكون أغنية قد تغنى بها بلغة التيغري مستندا للتحرك العسكري الذي حدث العام الماضي. هذا ويعتبر الفنان إبراهيم جورد من أهم الأصوات الإريترية التي تغني بلغة التيغري. ويذكر في هذا الإطار اعتقال السلطات الأمنية الإريترية ومنذ سنوات طويلة للفنان المناضل إدريس محمد علي، الذي لم يقدم لأي محاكمة حتى الآن ولا يعرف مكان احتجازه. نهاية النشرة. أعزائي المستمعين، في ختام هذه الساعة نتمنى أن نكون قد قدمنا ما يليق ويفيد، وسنلتقي وإياكم أنا وزميلي جمال يوم السبت القادم. إلى حينها ابقوا بخير وتواصلوا معنا، وإلى اللقاء. تحية لك يا أمال، وتحية للمجتمع الكريم. تحياتي لكم، ونلتقيكم إن شاء الله يوم السبت القادم. إلى ذلك الوقت ألف تحية. إلى اللقاء. صوت المنتدى.